بسم الله الرحمن الرحيم. حبايب قلب الكابتن ريشه، كلمتين كده يا جماعه في فيديو صغير هنشوف مع بعض اذا كان فعلا محمد الشناوي بيتحمل مسؤوليه الجون اللي دخل في ماتش مصر امبارح ولا لا. وتعالوا نشوف مين هم الاثنين او الثلاث لعيبه اللي كانوا سبب في الدربكه، واللي انا في رايي الشخصي هم اللي يتحملوا مسؤوليه الجون مش محمد الشناوي. وهنبين مع بعض اذا كان فعلا الغلطه المشهوره او الغلطه المتكرره من محمد الشناوي هي فعلا اللي تسببت في الجون دوت ولا لا. نشوف كده مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. الكرة دي يا جماعة الخير كرة ثابتة، تمام. المفروض ان في العرف الكورة يعني او زي ما بيتقال ان الكور الثابتة المفروض فيها ان التنظيم الدفاعي بيبقى في احسن احواله، اللعيبة عندها وقت انها توقف نفسها كويس، اللعيبة بيبقى عندها وقت انها كل لعيب بيمسك المان او كل لعيب بياخد المنطقة اللي هو بيدافع عنها على حسب انت بتدافع ازاي. طيب الكرة الثابتة الراجل زي ما احنا شايفين قدامنا اهو، تمام، حلو، بيلعب حلو قوي. بص بقى يا جماعه الخير، الكره لما اتلعبت فين؟ هل اتلعبت على العارضه القريبه ولا على البعيده؟ الكره اتلعبت على البعيده. طب الشناوي عمل ايه؟ الشناوي طلع ورجع، تمام، حلو قوي. طبعا هيجي لي واحد يقول لي يا عم ما دي الغلطه اللي الشناوي على طول بيغلطها، حتى مع الاهلي حصلت اكتر من مره. هقول لك صح، بس الشناوي بيتحمل مسؤوليه الهدف امتى؟ لما الغلطه دي ان هو يطلع ويرجع ينتج عنها هدف من كره مباشره من اول لمسه له، من اول لمسه للمهاجم بعد ما الشناوي يطلع على الفاضي. طيب اما وان الكره دي اتلمست 3 مرات جوه ال 18، ما تلومليش محمد الشناوي عليها. الكره دي يا جماعه الخير جت على البعيده، حلو قوي. بص بقى، اللعيب اللي على البعيده ده، تمام، صلح الكوره للكابتن اللي واقف قدام ال6 ياردة، ده الاخ اللي واقف قدام ال6 ياردة ده زي الفل. في 2 لعيبه ما تفهمش كانوا، يعني انا هبين لكم هم مين دلوقتي. ال2 لعيبه دول دخلوا على الراجل، كانوا سايبينه اصلا وبيتفرجوا على الكوره. جميل، الراجل لعبها تمام، والشناوي واخد الخطوتين اللي لقدام. طيب هيجي واحد يقول لي يا عم الشناوي لو كان وقف في مكانه كان هيعرف يشيلها. يابا الحاج الكلام ده كلام مع احترامنا الكامل ما ينفعش. ليه بقى؟ لان انت عايز تخلي حارس مرمى يقف على خط الجون ما يتحركش. في الحاله دي الجون مساحته بتكبر، الجون مساحته بتوسع، وانت فارض دلوقتي ان الراجل اللعيب ده انت شفت هو لعب الكرة فين. لو الشناوي واقف على الخط هو مش هيقدر اصلا ساعة الكرة دي الشناوي هيبقى من المستحيل انه يعرف يلحقها لو اتلعبت في زاوية من الزاوية سواء يمين او شمال. طبعا الكرة اتلعبتش في الزاوية، الكرة اتلعبت متسقطة. ده اللي احنا بنقوله دلوقتي، ده الشناوي ما كانش يعرفه ساعتها. فالشناوي لما يطلع ياخد الخطوتين هو بيحاول يضيق الجون بس معاك على قد ما يقدر. طيب حصل ايه؟ الشناوي لمس الكرة ولا دخلت فيه على طول؟ لمس الكرة. فين بقى البشوات اللي بتغطي على ال2 لعيبه دول؟ وطبعا الجون مش اوف سايد، ماشي. في 2 لعيبه هنا هنشوف دلوقتي، ال2 لعيبه بتوع بوركينا فاسو دول مين المفروض كان يقف معاهم؟ انا مثلا ولا الشناوي برضو؟ طب نشوف بقى الاعاده هتبين لك بقى مين الغلطات. تمام، حلو قوي. نبص اللعيب اللي جه، اللي اتلعبت له الكوره على البعيده كان معاه مين؟ الباشا ده عدى من قدام مين؟ حلو قوي، عدى من قدام امام عاشور. امام عاشور يا جماعه هو اللي كان على البعيده. هتسألني وتقول لي ازاي امام عاشور هوقفه مع ما شاء الله اطوال واحجام بالمنظر ده عشان هو ياخد كوره؟ يعني انا شخصيا مش فاهمها، بس ماشي، مش هقول لك لا. الكوره دلوقتي امام ما لحقهاش، حلو قوي. نبص بقى، طيب عندنا قدام الشناوي في 2 لعيبه، رقم 5 ورقم دول محمد هاني ورامي ربيعه، الثنائيه العظيمه بتاعنا في النادي الاهلي واللي احنا متعودين معاهم على كده. الاتنين دول يا جماعه الخير هم عينيهم على الكوره، هم بيبصوا للكوره مش بيبصوا للعيب فين اساسا. ودي نفس غلطتهم مع الاهلي، ماشي، وانا عاده دي نفس غلطه معظم المدافعين المصريين. طيب حصل ايه بعدها؟ نبص هنا، ادي المعلمين طبعا بحاول مع رامي ربيعه يلحق بسرعه هو ومحمد هاني اللعيب اللي واقف فاضي. طبعا تسالني اللعيب اللي واقف فاضي ده محدش حتى حاول يقفل معاه ليه؟ في لعيب على نقطه ال 18 على نقطه البنالتي عندنا ما فكرش انه يلحقه، بس ماشي. طيب حصل ايه بقى يا باشا؟ بص بقى كده، اللعيب طبعا بتاع بوركينا فاسو لعبها. انت هنا عايز تقول للشناوي اقف على الخط، بصرف النظر ان هو اصلا عنده رجل ورا على الخط، اصلا الرجل اليمين اللي انتوا شايفينها هنا. لو الشناوي الراجل اللعيب ده، لو الشناوي واقف على الخط 100%، واللعيب بتاع بوركينا فاسو ده شاطها مثلا في المقص يمين او شمال بدماغه، الكره هتلبس الشناوي، هيتثبت حرفيا مش هيعرف يلحقها. الشناوي خد الخطوه هنا عشان هنا بيحاول يقلل المسافه او يضيق مساحه الجون شويه. حصل ايه بعدها بقى يا نجم؟ بص كده يا ريس، الكره اتلعبت في 2 لعيبه بقى. هتقول لي طبعا ال2 لعيبه دول بيعملوا ايه؟ ما تفهمش. طب مين المفروض كان معاهم؟ هقول لك والله حضرتك انت هتشوف دلوقتي مين المفروض كان معاهم. اقرب لك الصوره كده شويه. الاخ ده، الاخ اللي واقف على حدود ال6 ياردة ده مصطفى محمد يا جماعه. مصطفى محمد هو اللي كان المفروض يبقى مع لعيب او 2 من اللعيبه، الواحد او 2
يبقى مع لعيب او اتنين من بتوع بوركينا فاسو. المفروض ده مكان مصطفى محمد. طب انا هتقول لي انت يا عم والله انت بتظلمه وبتاع، طب تعالى نشوف تاني. مصطفى محمد يا جماعه اللي هو رقم 11، تمام. بص ادي الكوره اتلعبت حلو، مصطفى محمد كان بيتمشى اصلا، واللعيب اللي جات له الكوره على البعيده تمام بيلعبها ماشي، مصطفى محمد كمل تمشيه اهو تمام. ما حاولش بقى يشوف مين على يمينه. بص وراك يا بابا في اتنين لعيبه، عندك حمدي فتحي واخد لعيب في حضنه اهو تمام، وانت يا مصطفى بتعمل ايه يا حبيبي؟ في اتنين لعيبه المفروض واحد منهم بتاعك اصلا، ده المان بتاعك، انت هنا ما عملتش حاجه، انت سبته وصدرت الليله كلها زي ما تيجي، واعتمدت ان الشناوي ممكن يشيلها وهي تطلع بره، وده اللي ما حصلش. طب ماشي، ما هي الشناوي هنا ما لحقش، طب هيعمل ايه؟ حلو قوي. طب الشناوي عمل ايه بقى يا جماعه الخير؟ لمسها ولا لا؟ الشناوي لمسها. طب وبعدين حصل ايه؟ بقت لوحدها. الشناوي دلوقتي نازل قدامه اتنين لعيبه لوحده، فين بقى الرجاله بتاعت الدفاع؟ لا مصطفى فكر انه يرجع، ولا حد من الناس دي بصت حتى توقعت ان الشناوي ممكن يلمسها. انا مش قادر افهم انت هتلوم الشناوي هنا على ايه يا جماعه الخير؟ الشناوي عنده الغلطه دي متكرره صح زي الفل، ولكن يتحمل مسؤوليه الجون في حاله واحده بس، لما يكون المهاجم جابها على طول دايركت من الرفعه من الكره العرضيه اللي اتلعبت. اما وان هي اتلمست 3 لمسات، انت بتكلمه في ايه اساسا؟ هتحمله هو مسؤوليه الكره دي في ايه؟ ثانيا يا جماعه الخير، لو انت بتحمله مسؤوليه الجون ده، طيب ما تقول له شكرا برضو على الانفراد اللي شاله في اخر الماتش، قبل 6 او 7 دقائق من اخر الماتش. ولو كان لو كان الانفراد ده دخل، كان الماتش هيخلص 2-2. الراجل شال لك انفراد وشال لك كوره كمان قبل الانفراد. طب انت ما قلتلوش شكرا؟ انت بصيت للكوره دي اللي انا في رايي، وكاعتقد ان رايي برضو كذا حد من المحللين بتوع حراس المرمى، قال ان هو هنا ما يتحملهاش. الدفاع واقف يتفرج يا جماعه. يلا سلام عليكم.